بيان إلى الرأي العام على شعوب المنطقة إدراك ما تخطط له الدولة التركية وحكومة إقليم كردستان وعلى رأسهم آل البرزاني، وأنهم يودون إتمام مؤامراتهم الدنيئة التي بدأوها منذ عام 1998، وعندما خططوا الاعتقال القائد عبد الله أوجلان في شخصه يستهدفون إرادة الشعوب. الآن هم يستهدفون النساء اللواتي لا يقبلن الظلم والاستعباد من قبل السلطات والذهنيات الذكورية، ولأنهم يخافون من إرادة المرأة الحرة، فزادت اغتيالاتهم للرفيقات الناشطات والمناضلات، لأن حرية المرأة هي نواة حرية المجتمعات. لذا ندين ونستنكر استهداف جينا أميني وزينب صاروخان، واليوم يستهدفون الناشطة الحقوقية المناضلة ناكيهان أركالسان في باشور كردستان. فنداؤنا للمنظمات الحقوقية ومجلس الأمن أن يضغطوا على هذه الحكومات الفاشية للتوقف عن قتل المرأة، لأنه المرأة هي الحياة، وكلنا جينا وكلنا زينب وكلنا ناكيهان لروحهم الرحمة والسلام، شهيداتنا في قلوبنا أحياء لا يموتون. فلتسقط الحكومات الفاشية وعلى رأسها حكومة أردوغان، فلتسقط الخيانة. عاشت المرأة الحرة، عاش القائد الحر عبد الله أوجلان، شهيدنا من مجلس المرأة لعوائل الشهداء.